الحمد لله ان ربنا سترها وخلصت 2-0 بس. بصراحة ربنا مفيش كلام يتقال، كتر خير الدنيا ان الماتش خلص على كده اصلا. بصراحة الوداد عمل ماتش يعني هو تمام ومش تمام، يعني على قد عارف انت اللي هو ايه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فودن ومرموش ودوكو وليله كبيره سعادتك. الناحيه التانيه بقى عندك لورش وميلولا واسامه زمراوي ومبارك، يعني بصراحه الاربعه دول بالذات اكتر ناس لعبوا بشكل يعني ممكن تقول انه ايجابي شويه. طبعا مفيش تفاهم ب 2 جنيه ونص خالص. كرة لرولش تلاقي ميلولا دخل قطع عليه ولا غيرهم، في كرة تقريبا مبارك كان جاي يشوط واصلا مش على عدلته فقطع على لورش الكرة، لورش كان ممكن يشوطها يعمل اي حاجة. يعني زي ما قلت لك هي كويس انها خلصت على كده. مباراة بصراحة يعني ما كانش متوقع ليها ان ممكن يحصل حاجة تانية غير ان السيتي يكسب يعني. واخيرا ده شكل المجموعة بعد فوز مانشستر سيتي بهدفين لفودن ودوكو امام الوداد. كده السيتي في الصدارة 3 نقط والوداد للأسف 0 في المركز الاخير. ولسه مباراة العين واليوفي، اكيد انسب حاجة تحصل للحوار ده بالنسبة للوداد ان العين واليوفي يتعادلوا. بس اكيد يعني نتمنى برضو ان العين يكسب زي ما كنا بنتمنى ان الوداد يكسب. قول لنا بقى انت توقعك.